السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة في مباراة من العيار الثقيل. طبعا مباراة نادي الزمالك ونادي المصري، مباراة قوية جدا. طبعا مباراة المصري والزمالك دايما مباراة في غاية الصعوبة، مباراة بيبقى فيها حماس، فيها قوة. وطبعا المصري السنة دي يا جماعة يعني شايف المصري ماشي يعني كويس جدا في الدوري، أداء ونتيجة. المصري طبعا بيحتل جدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بيفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين. اما الزمالك فهو يحتل المركز الثاني، طبعا بيفوز في 3 مباريات برضو وتعادل مباراة وخسارة مباراة. فمباراة قوية جدا بين نادي الزمالك ونادي المصري. فطبعا برضو اتكلم معاكم في التشكيل نادي الزمالك المتوقع النهارده ان شاء الله مباراة النادي المصري. انا شايف الزمالك هيبدأ بمحمد صبحي في حراسة المرمى. عندك 4 قدامه: محمود بن تايج، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل. طبعا اول ظهور ليه بقى في نادي الزمالك النهارده مكان الونش، او صلاح مصدق. فصلاح مصدق او محمد اسماعيل هو اللي هيبدأ المباراة النهارده. وعندك طبعا ناحية اليمين عمر جابر. 3 في خط النص عندك دونجا، وعندك عبد الله السعيد، وعندك ناصر ماهر. طبعا 3 قدام في الهجوم عندك خوان، وعندك عدي الدباغ، وعندك احمد شريف. احتمال كبير جدا يبدا النهارده المباراه، او عبد الحميد معالي. واحد فيهم هو اللي هيبدا المباراه مكان موبينزا. طبعا موبينزا جيت طبعا متاخر وما بداش التشكيل، مش هيبدا التشكيل النهارده عشان جه في التمرين طبعا الايام فاتت متاخر. فموبينزا بره تشكيل نادي الزمالك. فاحمد شريف او عبد الحميد معالي هو اللي هيبدأ المباراة النهاردة في تشكيل نادي الزمالك. طبعا مباراة قوية جدا، أتوقع المباراة تطلع تعادل. المباراة طبعا على استاد برج العرب الساعة 9 مساء، مباراة من العيار الثقيل. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في قناة محمود الزنفولي عشان إن شاء الله يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.